شوفي ما شاء الله تبارك الله كامل اتنفخوا. مساء الخيرات والمسرات على احلى غاليات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اللي ما تعرفش دير الخبز المنفوخ، هذه الوصفه ليها. شوفوا هذه الوصفه محتمدتها من سنين من سنين، عمرها لا حشمتني. يجي خفيف ويجي بزاف طري ورطب. يلا نروحوا مباشره لطريقه التحضير. ما تسرعوش الفيديو باش هكذا تستمعي اي ملاحظه وتجربيه من اول مره ينجح لك. اذا عجبكم المحتوى اللي راني نقدم فيه خلوا لي اعجاب شامل هذا الفيديو باش يوصل لاكبر عدد من مستخدمين اليوتيوب، ودعموني بالاشتراك، ديروا لي ابوني، فعلوا الجرس. اذا ما فعلتوش الجرس ما راحش كاع يلحقكم فيديوهاتي. نقولوا بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نستحقوا ارطل فارينه اللي هي 500 غرام، درتها لكم بالكاس اللي يرفد 220 ملي. يلا نحسبوا شحال من كاس. راح نديرو 4 كيسان. الكاس التالي الكاس الرابع راح يكون ناقص شويه برك. عندنا ملعقه من خميره الخبازه، الملعقه ما تعمروهاش بومبي يعني تكون ممسوحه. ملعقه سكر. عندنا ملعقه حليب بودره اللي هي اللحظه، اذا ما كانتش متوفره عندك في الدار ما ديريهاش. نزيد عليهم مغرف كبيره زيت، نخلطهم مع بعض، وندير مغرف صغيره ملح. نبدا نلم في العجينه بالماء دافي بنفس الكاس. راني درت الكاس الاول والكاس الزاوج نبدا نزيد منه غير بشوي. ما راح لا نعجنوها لا ندلكوها، برك لموها شويه طريه. ضروري انتبهوا معايا، هذه اول خطوه باش ينجح لكم الخبز المنفوخ. العجينه لازم تلموها طريه، تتلصق شويه في اليد. الا لميتوها يابسه قاصحه ديروا حسابكم من بعد نعاودوا ثاني نحلوا الخبزات بالفارينه يزيدوا ينشفوا معانا، وبالتالي راح يديروا لكم يتشقوا وما يتنفخوش. المهم هذا هو القوام نتاع العجينه، كم تلاحظوا فيه. شوفوا كيفاش راهي تتلصق في اليد. دروك واش ندير؟ نغطيها نخليها تريح 10 دقائق، نعاود نولي ليها نلقاها شويه شربت وشدت روحها. راني نرش في الفارينه شويه باش نعاون روحي باسكو العجينه راهي تتلصق. ونلمها، ما تعجنيها ما تدلكيها. يا ربي هذه العمليه تديلك 5 دقائق برك. وريت لكم الماء شحال بقى. راح ديروا واحد الكاس ونص نتاع ماء، ما تفوتوش كاس ونص نتاع ماء، كاس وربع كاس ونص صاديبو على حسب الفارينه تاعكم كي دايره. دوك نبدا نقطعها هنايا نديرها خبزات. انا درتهم 7 خبزات. الا حبيتو توزنوهم باش يجوكم كامل يعني قياس واحد، ديروا فيهم واحد 125 غرام. نديرهم كرات صغار، خبيزات غير صغار. دائما غير تشوفوا روحتكم مستحقين الفارينه رشوا حاجه قليله برك، ما تكثروش. نعاود نغطيهم هنايا ونخليهم يريحوا غير 5 دقائق، غير باش كي نبدا نحل فيهم بالحلال ما يولوش يرجعوا معايا، يعني يعطوني الطوح كي نبدا نحل فيهم. خليتهم ريحوا 5 دقائق ودروك نبدا نحل فيهم بالحلال. شوفوا راح نرش شويه تاع فارينه ونبدا نحل كيما راكم تشوفوا. بالنسبه للسمك ضروري مهم ما تخبزيهمش كيما المطلوع. بزاف اللي يديروا هذه الغلطه يخبزوهم ولا يحلوهم شغل كيما راهي تقرص في المطلوع. لا لا، الخبز المنفوخ يكون رقيق شويه، حليه رقيق شويه. هنا تكوني مفرشه منديل ولا طرشونه باش تحطيهم يتخمروا. خليته خمر نص ساعه. كيفاش تعرفي الخبز خمر؟ تلقايه تزاد في الفوليم شويه، يعني تزاد في الحجم تاعو. هذيك الساعه تسخني الطاجين مليح. شوفي انا راني نوري لك، راني نسخن فيه على نار عاليه. ترفدي الخبز وتحطيه في الطاجين، ولكن حذاري بلا ما تكسري له الخموريه، بمعنى بلا ما تعاودي تهبطي له ديك الخموريه اللي خمرها، غير بالعقل وتحطيه في الطاجين. بالنسبه للخبز المنفوخ انا نطيبه على نار عاليه. بهذيك السخانه بذيك الحراره يعني القويه راح يتنفخ. ليه يتنفخ؟ اذا انتيا اذا كنتي تتحملي ديك السخانه نتاع توقفي على الطاجين طيبيه على نار عاليه كيفي باش ليه تطيبيه. ما تتحمليش طيبيه على نار متوسطه.
صحيح. بالنسبه لي انا الخبز المنفوخ دائما نطيبه على نار عاليه. شوفي راح تحطي الخبزات في الطاجين، غير تشوفيهم بداو يتنفخوا ويديروا لك واحد البنبولات، وتشوفيه من تحت شد روحه، من تحت تلقايه نشف برك، ماشي يتحمر، غير ينشف يشد روحه. ثم تقلبيه، وكي تجي تقلبيه حاولي عليه ثاني باش ما تثقبيهش. هنا راني نوري لك، شوفي فقط غير شفتو نشف اقلبته. كي تشوفي الخبزه الهواء يخرج منها يعني تنثقب لك مرات، دوك انا ثاني وحده من هذو دوك تنثقب لي على الجنب، وكي تنثقب ما راحش تتنفخ، يعني ذاك الهواء اللي الداخل يخرج. يبا واش نديرو؟ راح نسوديو هاك شغل نغلقوها، نبلعو هذيك الثقبه، حنا نبلعوها. باش تبلعيها بلعيها بهذه المغرف. نورمالمون كاع عندكم هذا سباتيل، هذه سباتيل غير هاك، شوفي غير هكذا بلا ما تضغطي، برك بلعي هذيك الثقبه راح تتنفخ. ولا بطرشونه، وما تخليهش على جهه واحده تقرعي له حتى ينتفخ وحتى يتحمر من تحت، لا كل مره قلبي فيه حتى يدي ديك التحميره، فهمتيني؟ راكي تشوفي فيا انايا مام يكون من تحت مازال خضر، يعني مازال ما تحمرش، وراني غير نقلب وحتى يولي هو يتنفخ يدير كالبالون. هذه هي السر تاعو، يحب النار تكون قويه، ما يحبش النار يعني القليله. تبغوا تحمروه ثاني على الجناب، كاين اللي ما يبغيش هكذاك الخبز يبان لك شغل عجين، كي يشوفوا هكذاك ابيض حمروه. هاوليكم الخبز، شوفوا كيفاش يجي فارغ من الداخل، اللي يجي بزاف طري ورطب وخفيف. ديروا به ساندويشات ولا تغمسوا مام به. فتبعوا فقط الملاحظات اللي ذكرتها لكم، باذن الله كامل تجربوه، كامل تنجحوا فيه. ما تنساونيش من دعواتكم، وما تنساونيش من دعمكم وكلماتكم الطيبه. شكرا، بارك الله فيكم.